المدارس بتاعتهم بتتكلم بلغه مختلفه. ده هم اللي جددوا اللغه اللي احنا بنتكلم بيها. بفضلهم بنتكلم بلغه عربيه سليمه ما كانتش موجوده. واحد يقول لي لغتنا مصريه مش لغتنا عربيه. يعني هذا كلام حقيقي. انا يا راجل عشت طول حياتي علماني، ابويا كان ازهري، من يوم 7 اعدادي ما يودينيش المدرسه، جيب لي هدوم جديده عشان اطلع عيد مع جمال حبيب جيد، ربنا يديله الصحه، صديق عمري. اتربيت في هذا الجو. فحاجي انا مش عارف الاضطهاد والعظمه الزرقاء اللي الست تشتم ام جمال تقول لها عظمه زرقاء عبر الشباك. طبعا في اضطهاد وفي الثقافه المصريه شيء غلط في هذا الموضوع وهائل ومرعب، انما ليست هناك قضيه اقليه بالمعنى المطروح دوليا خالص، ولا عمر الاحباط طرحوها بهذا الشكل، ولا الكنيسه العظيمه بتاعتنا طرحتها بهذا الشكل ابدا. هذا لا يعني ابدا انه ما فيش اضطهاد. انا اتكلمت على انا اعتبرت مش جريمه، ده شيء خارج اطار الانساني انك تقف على قريه وتمنع الناس فيها بالدخول يمارسوا عقولها، التي فيها نوع من الخزي والنداله، انك بتروح في حته بعيده عن الشرطه، انما ايضا فيها جاي من انهيار الدوله المصريه اللي بدا من ايام مبارك. ما فيش دوله في مصر، وانا في مقال كاتبه قلت بدايه انهيار الدوله بعد الثوره يوم ما تجمع ناس في قنا ليمنعوا محافظ مسيحي من انه ياخد وترضخ النظام ويدوا له اجازه، انتهت الدوله. مهما كان الجمع على الدوله كان لا يمكن صدر قرار وسينفذ، والا نزلنا لحكم الشارع. نزلت حكم الشارع خلص الدوله.